السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا في مطبخ ام يوسف. النهارده جايبه لكم وصفة فطار او غدا او حتى عشاء خفيف، مش هتقولك لا. وصفة خفيفة وسهلة وكمان طعمها ان شاء الله لذيذ جدا وهيعجبك. جايبالك فول بقوطة. فاكرين الفول بقوطة؟ جايبه لكم ان شاء الله، هعمله لكم بطريقة لذيذة. وكمان معاه جبنة قريش هنعملها كده بالطماطم والخيار، وكمان شوية بطاطس بتتبيلة ان شاء الله تعجبكم. هيبقى كده عشاء او فطار او غدا ملوكي ان شاء الله. تابع معايا يا ست كل الفيديو للاخر، ان شاء الله يعجبك وتقومي تعمليها معايا. بس عايزه افكر حبايبي اللي اول مره يشوفوني ما ينسوش يعملوا لايك ويشتركوا في القناه عشان يوصل لهم كل وصفاتي. يلا حبايبي نبدأ كده، نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ مع بعض. أنا حطيت حلة على النار عليها شوية من الزيت، ونزلت بثلاث فصوص من الثوم، ومعاهم كمان نص قرن فلفل حامي. دقيتهم كده في الهون ونزلت بيهم على الزيت بالطريقة دي كده، وهقلب بقى. وأول ما أشم ريحة الثوم هقوم نازلة بالطماطم. أنا مقطعة طماطم مكعبات صغيرة، هنزل بيها اول لما تصفر معايا كده التوميه بتاعتي تصفر، اهو نازله على طول بالطماطم. وهسيبها بقى تتسبك، يعني يا دوبك بس كده تغلي غلوتين تلاتة تتسبك. هنزل بالتوابل، وبعد التوابل على طول هقوم نازله بالفول. التوابل بقى بتاعتي عباره عن ايه؟ ملح وفلفل اسود وشويه من الكمون، وبس كده، مش اكتر من كده. توابل سهله وبسيطه زي بالظبط وصفتنا. هنزل بقى كده بعد ما حطيت التوابل، هقلب بس كده الصلصة بتاعتي او الطماطم بتاعتي، هقلبها. وبعد كده هقوم نازلة بالفول. والفول كمان مش هخليه يا جماعة يغلي، يعني هي غلوة واحدة بس. من بعد ما احط الفول هسيبه يغلي غلوة واحدة بس، وبعد كده هشيله من على النار، هطفي عليه النار لان انا مش عايزاه يغمق. لان كل ما بتسيبي الفول على النار بالطماطم كده يغلي كل ما بيغمق، وانا مش عايزاه يغمق، انا عايزه الطماطم كده تفضل كده حمرة زي ما هي. هنزل بقى كده بالفول، وزي ما قلت لكم يغلي غلوه واحده وهرفعه من على النار. وانا بقى عندي كده كام بطاطسايه قشرتهم، هبدأ بقى ايه؟ احمرهم واعملها بقى بشويه تتبيله ان شاء الله تعجبك يا ست الكل لما تجربيها. لو وصلتي معايا بقى للحتة دي كده ما تنسيش بقى اللايك. وادي البطاطس بتاعتي اول ما تتحمر معايا هشيلها من على النار على مناديل المطبخ طبعا، وبعد كده هحطها في طبق التقديم بالشكل ده. وهنزل بقى عليها بشوية توابل كده، يعني هيخلوها تروح في حتة تاني. شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود وشوية من الكمون، وكمان شوية من الكاري. عايزه اقولك الكاري بيخلي البطاطس ريحتها وطعمها حلو قوي. ان شاء الله تجربيه ويعجبك. وكمان هنزل كده برشه من البقدونس، رشه صغيره كده من البقدونس وبس. وكده تبقى البطاطس كمان بتاعتنا جهزت. نعمل ايه بقى؟ هنعمل مع بعض الجبنه القريش. جبنه القريش يا جماعه النهارده بتاعتنا خطيره خطيره خطيره. يعني انا جايبه لكم ان شاء الله وصفه تنفع فطار او غدا او عشاء خفيف كده، وكمان لذيذ، حاجه اقتصاديه وعلى قد الايد، وكمان طعمها حلو جدا. هنزل بقى كده على الجبنه بتاعتي بايه؟ بشويه من الطماطم المتقطعه برضو صغير كده، مكعبات صغيره، وبرضو قرن فلفل كده رومي. فلفل رومي بيبقى حلو قوي مع الجبنه القريش. وهنزل برضو بشويه من الخيار، وزيت زيتون بقى لو عندك طبعا زيت زيتون يبقى يا سلام، هيبقى احلى واحلى. ما عندكيش مفيش مشكله، مش مهم، حطي زيت عادي. وهقلب بقى كده، وبعد كده هحطها بقى في الطبق بالشكل ده، وبرضو عليها رشه من البقدونس. النهارده البقدونس بتاعنا يعني داخل معانا في كل حاجه. وكده حبيبتي
الوصفة بتاعتنا تكون خلصت. يا رب تكون عجبتك، حاجة اقتصادية وعلى قد ايدينا. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل وصفاتي. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.